مطعم صغير في المعادي من غير إعلان واحد مدفوع قدر يضاعف إيراداته في أقل من 3 شهور. صاحب المطعم ده كان بيعمل كل حاجة صح، أكله كويس، أسعاره معقولة، خدمة محترمة، بس الإيرادات كانت واقفة مش بتتحرك. جرب إنه يعمل إعلانات فيسبوك، قعد يصرف يصرف وفي الآخر ما جاتش أي نتيجة. جرب أوفرات، خصومات، الناس اللي خدت الخصم ما كانتش بترجع تاني. قعد يسأل نفسه هو المشكلة فين. في يوم واحد من زباينه قال له أنا بعمل حاجة اسمها وورد اوف ماوس عنك من زمان وكان محدش بيعرف يجي. الراجل استغرب، محدش بيعرف يجي ليه؟ قال له أنت مش موجود على جوجل مابس. ده اللي فتح عين الراجل. المشكلة مش في الأكل ولا المشكلة في الخدمة، المشكلة إن محدش عارف أصلا يوصله. الراجل عمل كل حاجة صح، لكن في حاجة واحدة بسيطة بس ما عملهاش، إن هو يهتمش بجوجل ريفيو. بدأ إن هو يرجع لكل زبون كان راضي عن خدمته إنه يقول له اطلب إن هو يعمل له جوجل ريفيو عن المكان نفسه، مش فيسبوك مش انستجرام، جوجل ريفيو بالظبط. لأن أي حد في المعادي لما يبحث عن مطعم قريب منه يطلع له هو في نتائج البحث الأولى. واهتم جدا بحتة جوجل مابس إنه يظهر مش بس في ترتيب نتائج البحث، اهتم كمان إنه يظهر إن هو 5 ستار ريفيو. كل ما كانت الريفيوهات بدأت الأوردرات عنده تتضاعف، بدل مرة 2 و3 وصل أكتر من 13 و14 ضعف الأوردرات اللي كانت بتجيله في الطبيعي. فده ينوهنا على حاجة، مش مجرد إن أنت تصرف أكتر معناه إن أنت هتحقق نتيجة أحسن، لكن لما تصرف في مكانك الصح ده معناه إن أنت تحقق أعلى نتيجة ممكنة. وده اللي أنا دايما بقوله. أنا مبحبش أعمل فيسبوك، مبحبش أعمل إعلانات فيسبوك على طول، أو مبحبش أعمل انستجرام أدز على طول أو جوجل أدز غير لما أتأكد إن البيزنس ده بالفئة دي في المكان ده هيحقق أعلى ريفيو من مجرد الإعلانات المدفوعة. لأن في أوقات كتيرة الورد اوف ماوس وصناعة المحتوى في حد ذاتها بتغنيك بنسبة كبيرة جدا عن الإعلانات فيسبوك أو إعلانات جوجل أدز. بس ودي رسالة اللي أحب أوصلها كده. وبرضه سيب لنا رأيك في التعليقات لو عندك أي رأي مختلف. وبس كده، سلام.